هلا وهلا، تعالوا نسوي أطيب أكلة. راح نسوي طبق طعمه عالمي. مكونات الطبق: عندي قطع اللحم كيلو ونص تقريبا، اللي تكون قطع الشانكس 3 قطع. راح أسوي لها تتبيلة وأشويها بتكنيك يخلي اللحم يكون مايع دايب ذوبان. أول شي راح أسوي فتحات بقطع اللحم، بعدين أبدي أخلط التتبيلة. عندي 4 بهارات بكميات متساوية: فلفل أبيض، بابريكا، كمون كاري، خليت عليهم زيت الزيتون، صويا صوص وشوية ملح. راح أخلطهم زين، أتبل بيهم اللحم وأخلي ويا اللحم شوية هيل وورق الغار وبصل شرايح. أسوي هذه الخطوة قبل بليلة أو قبل كم ساعة من الشوي، راح تسوي لي فرق بالطعم كلش الفرق راح يكون واضح. التكنيك ما الشوي هو: أول شيء أخلي كل قطع اللحم هاي بتشيس الشوي ورا ما تتبل زين. ثاني شيء راح أخليها بالفرن على درجة حرارة 280 أعلى درجة لمدة نص ساعة، بعدين 180 لمدة 3 ساعات. يعني راح أخليها فترة طويلة كلش بالفرن، يطلع اللحم عندي ذايب ذوبان. هسه ورا ما خليتهم بتشيس خليت عليهم السيليفون وراح أدخلهم الفرن. ورا 3 ساعات ونص من درجة حرارة عالية وناصية هيجي صار شكل اللحم. راح أفتح كيس الشوي وأدخل اللحم بس حتى يتحمر. اللحم عندي هسه استوى تماما، وشوفوا بس تشيلون قطعة اللحم ينفصل عن العظم، يعني استوى وخلص بس يتحمر. بهالأثناء راح أحضر التمن. للتمن راح أحمس شوية شرايح بصل، واخلي على البصل اخلي كمون وكاري، تقريبا ملعقة شاي من الكمون والكاري، وراح احمس وياهم جزر، برشة جزر، وراح احمسه ويا البصل. حمست هاي الحشوة زين، بعدين شلتها وبنفس هذا الدهن ويا هاي البهارات راح ابدي اسوي التمن بسمتي 500 غرام، نقعته وغاسلته. راح احمسه شوية بالزيت وبعدين اضيف له مي وملح واخليه على ما ينشف ميه ويتهدر. بهالاثناء اللحم عندي تحمر وصار جاهز. التمن هسه ورا متهدر رجعت للحشوة بس حتى تاخذ الحرارة وكل شيء، يعني الطعم كله يصير طعم واحد. صار عندي التمن جاهز وقطع اللحم صارت عندي جاهزة، بقى بس التقديم. راح أخلي التمن أخلي عليهم قطع اللحم. طبعا التمن وحدة قصة، شكله وطعمه رهيب. ممكن إنه تاكلون تمن وحدة بدون اللحم، بس قطع اللحم صارت فالطعم خيالي. حطيت قطع اللحم زينتها بالكشمش وشوية هيك خضرة حتى أسوي ألوان حلوة بالماعون، وصارت جاهزة. تحفة. طبق لازم تجربوه بكل مكوناته. تكنيك الشوي هذا خلى اللحم يذوب ذوبان، وطعم التتبيلة وحشوة التمن الطعم صار فد شي يخبل. لازم تجربوه، وبالعافية مقدما.